طول انا بدخل ما بحسش بزحمه الحاجات اللي موجوده في الاوضه، بالذات لحاجات الاطفال. انا بقى عندي جزء نظيف هادي خالص اول ما بدخل، والكركبه والزحمه والمذاكره والكتب والكلام ده كله خلاص انا خلقته. غرف النوم لما تبقى مستقيمه بتبقى اسهل شويه في الفرش بتاعها، تبدا بقى تظهر المشاكل لما يبقى عندنا كسرات في الاوضه. بتحل بقى المشكله دي ازاي؟ ما بيجي لي رسائل من الناس عايزين يوزعوا الغرف بتاعتهم. عاده الغرف المستقيمه انت خلاص تبقى عارف الحل بتاعها مع الخبره وكده. لو انت خلاص الباب هنا ده مكان السرير، ده مكان الدولاب، هنا المكتب، بتبقى خلاص بتبقى التوزيع تبقى تقسيمتها واضحه. اسهل. بالظبط. المشكله بتظهر لما حد يبعت لك فراغ فيه كسره، فهو ما بيبقاش عارف يتخيل، ازاي الفراغ ده هيحله ويقسمه ازاي لاجزاء، لانه خلاص انا طالع لي حاجه كده في النص مش عارفه اتعامل معاها. طب تعالي نشوف بقى، ورينا بتعملها ازاي. خلينا نشوف. دي اوضه كانت مبعوتالي، فيها شباكين 4.5 في 4.70. الجزء الكسره ده هو 1.30 متر في 1.70 متر. ماشي. الجزء بتاع الكسره جاي في الكورنر، فانت ستيل مش عارف تتخيل فين الفراغ اللي هتقدر تفرشه. فانا بتعامل مع الكتله دي بان انا بحاول اخفيها. فانا يا اما بشد لاين في الجزء ده واحاول اخفيه واتعامل مع الفراغ اللي متبقي ده على ان هو ده الفراغ اللي انا هبدا اوزع فيه، او هو ده المساحه التانية بتاعتي، او هعكس انا هاخد الفراغ اللي تحت ده ويتبقى لي المساحه اللي فوق دي على انها الفراغ المستقيم اللي انا هقدر افرشه. تمام. طيب في الاوبشنز دي انا ببدا اقارن ما بين العرض بتاع الفراغين اللي عندي دول، وابدا اشوف ايه اللي هيبقى مناسب اكتر ان انا اعمل فيه وظيفه. فانا بالنسبه لي العرض الكبير كان هو الانسب، فهو ده اللي انا اعتمدت ان انا هاخده. ماشي. فانا عندي فراغ كبير فوق، فانا غالبا هخلي ده الفراغ الاساسي بتاع الاوضه اللي هيبقى فيه السرير. كان من متطلباته ان ده يبقى غرفه اطفال وفيها تلفزيون. فانا اخدت الجزء ده عملت فيه اول سرير، الكومود اللي ما بينهم والسرير التاني، وطبعا المسافه بتاعه الستاره جنب الحيطه. وده خلق لي ان انا اقدر اعمل قدامهم حيطه فاضيه اقدر اعمل فيها تاسيس للتلفزيون بتاعي. في ظهرهم خلاص انا بقى عندي زي بارتيشن، ممكن بقى اخليه ارفف مكتبه، او حتى لو هو بارتيشن سوليد او هبنيه حيطه من الاول خالص، انا بقى ده في ايدي. طيب الناحيه الثانيه ممكن يجي في بالي تفكير ان انا والله انا هقفل ال60 سم بتاعه المكاتب والدولاب واقسمها بالنص. انا عندي سايد هخليه للدولاب بتاع الطفلين، والسايد الثاني هخليه للمكتبين بتوعهم. طيب وبعدين تبدا تقول والله طب هو ده هيكفي حاجه الاطفال؟ انا عندي بقى مذاكره والعاب، ولو حد عنده كمبيوتر غير شغل المذاكره بتاعي، فاقدر ازاي استغل ده، او يعني ازاي اوفر له مساحه؟ فوالله لا، انا هاخد المساحه الفاضيه اللي متبقيه لي دي وهدخلها معايا في مساحه الدولاب. فانا بقى عندي السايد، خدت الدولاب السايد ده كله لحد تحت، وبقى عندي مساحه المكتب حرف ال الكبير اللي موجود تحت ده. وانا على حسب بقى لو عايز ازود الدريسنج اكتر شويه مثلا، يعني على حسب الحاجات اللي انا محتاجاتي اكتر. بالظبط. انت بقى عندك خلاص مساحه حركه بتاعتك بقت مظبوطه. هنا انا يعني زودت زي كتف كده عشان يداري جنب الباب، خلاص انا بدخل زي حته كده صغيره حرم للاوضه، وبعدين بدخل على فراغ الاوضه. صح. مساحات الحركه بقت نظيفه على طول، بدخل عليها على طول. وده خلق لي على طول انا بدخل ما بحسش بزحمه الحاجات اللي موجوده في الاوضه، بالذات لحاجات الاطفال. انا بقى عندي جزء نظيف هادي خالص اول ما بدخل، والكركبه والزحمه والمذاكره والكتب والكلام ده كله خلاص انا خلقته في سايد تاني وداريته، وبقى التعامل معاه بقى احسن حل بكتير. جميل بصراحه، حل جميل. قدرنا نعمل زونز مختلفه ونقسم المكان، نستغل مساحته، مكان للنوم منفصل، مكان لللبس، مكان للمذاكره واللعب للاطفال. فلا بجد حل جميل قوي، عاجبني قوي بصراحه. تسلم ايدك.